اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وبسلام. وحشوني من الفيديو اللي فات. جايه لكم النهارده بطريقة البغاشة او الدنش بتاع الافران. بصوا كده الجمال. اول فطير المسكر يا حبايب قلبي هنعمله النهارده بجد بحاجه اختراع. بجد اللي يشوف يقول ده فطير. مش رقاق، ده انا هعمله بالرقاق يا حبايب قلبي، من الرقاق المبلول بجد تحفه. بصوا كده الجمال والحلاوه، جميل جدا. هعمله بقى كده بجوز الهند وبالسكر البودر، بجد تحفه. هوريكم كده الجمال وهنشوف بقى الحلاوه والجمال ده. الله اكبر على الجمال، بسم الله ما شاء الله. زي ما انتوا شايفين كده حبايب قلبي بوريكم كده، بسم الله ما شاء الله. هتقوموا دلوقتي حالا تعملوه، وسهل وما خدش مننا 10 دقايق وكنا عاملين الجمال والحلاوه ديت. بصوا كده الجمال والحلاوه، الله اكبر. بوريكم كده الجمال ومتحمص من فوق ومن تحت حبايب قلبي، ومورق من جوه، بسم الله ما شاء الله، جميل جدا. هنوريكم بقى الطريقه السهله البسيطه ديت، ونعرف بقى الجمال ده اتعمل ازاي من غير اي مجهود، ولا عجن بقى، ولا فرن ولا اي حاجه خالص. هنخش كده على الفيديو ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. وتحت الحنفيه يا حبايب قلبي وعندنا بقى رقاق ناشف هنبله كده زي ما انتم شايفين، هنبله بالميه ونحطه كده زي ما انتم شايفين يا حبايب قلبي، جميل جدا. بصوا كده الجمال والحلاوه، الله اكبر. هنبل بقى الرقاق بتاعنا كده تحت الحنفيه، وهنعمل بيه اختراع زي ما انتوا شفتوا في الاول كده، بدون عجن. هنعمل فطير المسكر ده او بالعسل، بجد جميل جدا. هتقومي تجربيها دلوقتي لو عندك كده رقاق. وهنبل بقى الرقاق بتاعنا كله كده ونخش كده على الفيديو، بسم الله ما شاء الله. انا بلب بقى الرقاق بتاعنا كله كده، وهقوم جايبه بقى الرقاق اللي انا هعملها اجهزها، هقوم مطبقاها زي ما انتوا شايفين كده من الجناب، واقوم جايبها من تحت كده، ايوه، واقوم مطبقاها كده. بصوا كده كده خلاص خلصت معانا. هوريكم واحده كمان، نتني كده الحرف ده والحرف ده، ونقوم جايبينها بقى مطبقينها كده التطبيقه الجميله ديت. بص كده بسم الله ما شاء الله، ما خدتش معانا دقايق. هنخلص بقى الكميه كلها واوريكم بقى كده. كده خلاص خلصت بقى الكمية كده، حسب بقى عدد أفراد أسرتك أو حسب ما انت حابة تعملي. قطع بقى من السمنة البلدي والصينية على النار، ونقوم بقى نازلين معانا بالفطير ده أو الرقاق ده، يتحمر بقى ويدينا لون جميل زي ما انتوا شايفين من فوق ومن تحت، بسم الله ما شاء الله. نقلب بقى من فوق ومن تحت كده لغاية ما يدينا اللون الذهبي الجميل، بسم الله ما شاء الله. هنخلص بقى الكمية بتاعتنا كده، واكون بقى مجهزة معايا كده السكر البودر، معايا جوز الهند، ومعايا عسل نحل. هنقوم بقى مغرقين بقى الفطير ده او الرقاق ده بالايه، بالعسل زي ما انتوا شايفين عندنا كده. هو طري من جوه بجد وجميل جدا ومتحمص من جوه زي ما انتوا شايفين. حط جوز الهند اللي حابه بقى بجوز الهند، بالسكر البودر بيبقى ده طعمه جميل جدا. هنجيب واحدة كمان، هنحط بقى كده العسل والسمنة البلدي بقى بتديله طعم بجد حلو قوي. زي ما انتوا شايفين كده حبايب قلبي، انا عمالة كده احط العسل كده واغرقه خالص كده زي ما انتوا شايفين. مرش عليه بقى سكر بودر كده، اللي حابب يحط يحط، واللي مش حابب خلاص. في حابب بقى يحط بيحبه سادة بيتحط. انا هحط بقى جوز الهند ومع السكر البودر، وخلصت خلاص الكمية كلها كده، بسم الله ما شاء الله، جميل جدا. وصلت لغاية هنا حبايب قلبي، لايك وشير وتفعيل زر الجرس واشتراك في القناة، تشجيع منكم لاختكم، ولايكات يا حبايب قلبي كتير، واللايك اللي بيرفع الفيديو.
زي ما انتوا شايفين كده حبايب قلبي، جميلة جدا. تستاهل بقى منكم تشجيع منكم حبايب قلبي بالحاجة العظمة ديت اللي ما خدتش مننا 10 دقايق وكنا مجهزينها. الله اكبر على الجمال. بصوا كده الفطيرة طرية وجميلة ازاي، بجد تحفة. بقول لكم اللايك اللي بيرفع الفيديو حبايب قلبي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في حفظ الله.